سؤال اتكرر. انا بصلي بسرعة جدا ونفسي اصلي ببطء واخشع في الصلاة واحس بحلاوتها، اعمل ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم في قناة كنزي لايف واي، وبتمنى منكم في الاول تدعوا لوالدي بالرحمة وندخل في الحل على طول. عندنا حل عملي وحل معنوي. الحل العملي انك لازم تتعلمي قراءة القرآن الكريم بالتجويد، فتنطقي الكلمة صح وتدي كل حرف حقه وزمنه في النطق، وكل تشكيلة تتقال في مكانها ووقتها. في كلمة قالتها لي المحفظة زمان اثرت فيا قوي، بس قبل ما اقول لكم الكلمة دي عايزة اقول لكم ان احنا لما كنا بنيجي نقرأ للمحفظة في الدار كنا بنجيب التجويد حرف حرف، وكل ضمة وكل فتحة وكسرة وشدة بتتقال في مكانها بالظبط وفي ميعادها بالملي، ولو اخطأنا في تشكيلة واحدة كانت بتخلينا نعيد من الاول. ايه الكلمة بقى اللي المحافظة قالتها لنا؟ قالت لنا اوعوا تكونوا بتظبطوا التجويد قدامي ولما تروحوا تقفوا قدام ربنا عز وجل في الصلاة تقولوا من غير تجويد. ربنا اولى انكم تجملوا اصواتكم وقراءتكم قدامه في صلواتكم، ما تجملوش اصواتكم مع المحفظة وتبوظوا قراءتكم في الصلاة قدام ربنا. من ساعتها ما فوتش ركعة واحدة من غير تجويد. فالتجويد هيساعدك تفهمي اللي بتقوليه، وهيساعدك كمان تبطئي تلاوتك، وبالتالي هتبطئي حركاتك في الصلاة بالتبعية، لان نطقك للقرآن والتسابيح والتكبيرات هتاخد كلها نفس زمن التلاوة، فهتلاقي حركاتك كمان في الصلاة بقت أبطأ من الأول وأهدى. واحدة هتقولي طيب أنا بعرف تجويد بس برضو مش بعرف أبطأ صلاتي وبقرأ بسرعة. هنا بقى هندخل على الحل المعنوي، انك لو لقيتي نفسك بعد ما اتعلمتي التجويد قرأتي برضو بسرعة تقولي لنفسك ايه الاسلوب اللي انا بصلي بيه ده؟ هو انا لو واقفة قدام الوزير ولا قدام المدير علشان اكلمه في مشكلتي هتكلم بالسرعة دي؟ هل هكلمه من غير تركيز وكأني بقرأ في الجورنال مثلا؟ يعني هدخل على المدير اقول له لو سمحتي يا سياده المدير انا عايزه انقل بنتي من المدرسه والاداره رافضه وانا لازم انقلها بسرعه علشان هنقل في سكن جديد في منطقه بعيده، وكده هيبقى المشوار بعيد على بنتي وانا ما عنديش عربيه وكده وقتها هيضيع ومش هتعرف تذاكر وبنتي تعبانه وبتتعالج وهيبقى ارهاق عليها و. طبعا يستحيل تتكلمي مع المدير بالطريقة دي، يستحيل حتى تتكلمي مع أصحابك بالطريقة دي، هيضحكوا عليكي وممكن يطلبوا لك مستشفى المجانين. فمن باب أولى إن أنا أتأدب مع ربنا عز وجل وأنا بناجيه. ما هي الصلاة مفروضة علشان نكلم ربنا 5 مرات في اليوم، بيقولك حي على الصلاة، حي على الفلاح، تعالي اطلبي اللي انت عايزاه. فلو بتطلبي من ربنا عز وجل تطلبي بهدوء وسكينة وخضوع وتذلل. ما روحش اتذلل للمدير ولا للدكتور ولا للقاضي علشان يقضي لي مصلحتي وعك وكروت وانا واقفه بصلي وبطلب من ربنا. فالقرآن والتسابيح والتكبيرات والدعوات تتقال بهدوء. كمان لازم تعرفي معاني الآيات اللي بتصلي بيها، حتى لو بتصلي طول عمرك بسورتين قصيرين اقرأي تفسيرهم. ما انت بتقرأي بوستات بالساعات كل يوم وكتب ومراجع وأخبار وفيديوهات، خدي ربع ساعة اتعلمي فيها معاني الآيات اللي بتقرأي بيها دي. ما ينفعش أعيش طول حياتي بقول قل هو الله أحد الله الصمد وأنا مش عارفة يعني إيه الصمد، مش عارفة يعني إيه الوسواس الخناس. بقول في كل ركعة بصليها غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، ومش عارفة مين هم الضالين ومين هم المغضوب عليهم. تالت حاجة بقى عملية ومعنوية في نفس الوقت، إنك تسمعي كل يوم ولو 10 دقايق لحلقة بتتكلم عن الصلاة وفضلها والخشوع فيها. مفيش عالم من العلماء ولا داعية من الدعاة إلا وهتلاقيه عامل دروس عن الصلاة وأركانها وفضلها والخشوع فيها. الدروس دي هتحفزك انك تلتزمي بالصلاة وهتحببك فيها وهتعرفك ازاي تأديها. مهمة جدا مسألة التحفيز دي يا جماعة في اي حاجة على فكرة، مش في الصلاة بس، اي حاجة مفيدة عايزة تلتزمي بيها ومش قادرة اسمعي كلام حد بيحكي عنها وعن فايدتها. خدي بالك كمان انت لو قلبك مش سليم مع الله خارج الصلاة عمرك ما هتعرفي تخشعي داخل الصلاة ولا هتعرفي تحبيها. هل بتسلمي من الصلاة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وتقومي تكملي ذنوب ومعاصي وتغرقي فيها؟ او بتخلصي مكالمة مع فلان ولا شات لا يجوز وبعدين تدخلي على الصلاة؟ كده انت قلبك مش متعلق بربنا عز وجل لكن متعلق بالشخص اللي كنت بتكلميه. هتخشعي ازاي؟ هتبقي واقفة قدام ربنا عز وجل بجسمك لكن قلبك وعقلك بيفكر في كلام فلان اللي معلقك بيه في الحرام. عقلك بيفكر لما تصحي الصبح هتقعدي على مكتبك هتلمي الرشاوي كام. بتصلي وبتفكري ازاي تنتقمي من حماتك، ازاي تكيدي سلفتك، ازاي تخطفي زوج صاحبتك، ازاي تلفتي نظر اخو زوجك وتخليه يتعلق بيكي هو كمان. ما هو مش كفايه زوجي بس بيحبني، لا لازم رجاله العيله كلها تتجنن عليا. مصايب اكتر من كده بكتير بتحصل وبتتكتب لي. بالله عليك انت لو بتفكري في حاجه من الحاجات دي هتقفي وتخشعي ازاي؟ بتبقي واقفه في وادي ودماغك في كوكب تاني لانك اصلا خارج الصلاه مش ظابطه افعالك. فانت محتاجه توازني الامر. فعلين هما الاتنين بيكملوا بعض وبيسندوا بعض، الكف عن الذنوب واقامه الصلاه. لما تبطلي ذنوب على قد ما تقدري هتخشعي في صلاتك، ولما تخشعي في صلاتك ده هيساعدك انك تقللي من الذنوب.
مش ربنا عز وجل قال وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر؟ فاحنا هنقيم الصلاة عشان كل ما نفسك توزك تعملي ذنب تقولي أعوذ بالله، لا مش هعمله، ده أنا هقف بين إيدين ربنا بعد شوية. 5 مرات في اليوم على مدار اليوم الصلوات بتحفظك من إنك تقعي في الفحشاء والمنكر. ولو وقعتي غصب عنك في يوم في المنكرات الصلاة هي اللي هترجعك تاني لطريق ربنا. اوعي حسك عينك تقولي أنا مش هصلي علشان بعمل ذنوب. انسي، ما تعمليش كده، اوعي. الشيطان يقولك هتقفي تصلي ازاي؟ انت نسيتي اللي عملتيه الصبح، نسيتي اللي عملتيه امبارح، نسيتي اللي قلتيه في التليفون، ويفضل يقلب عليك المواجع علشان يخليكي تسيبي الصلاة بأي مبرر. اوعي تعملي كده، لأن في علاقة عكسية بين الذنوب والخشوع في الصلاة. الذنوب تزيد الخشوع يقل، الذنوب تقل الخشوع يزيد. فصلحي حياتك هتنصلح صلاتك، وصلحي صلاتك هتنصلح حياتك. خشوعك في الصلاة ده أصلا هو المقياس لخضوعك لأوامر الله عز وجل خارج الصلاة، وهو المقياس لصدقك مع الله. فلو أنا ما بخشعش في صلاتي أنا كده قلبي محتاج إصلاحات كتيرة قوي. اقعدي مع نفسك وامسكي ورقة اكتبي فيها سلبياتك اللي بتعمليها وبتغضب ربنا على مدار اليوم. ما تقوليش أنا ما بعملش غلطات، لا بتعملي، كلنا بنغلط. اكتبي نسبة خشوعك في الصلاة قد ايه. اكتبي بغتاب فلانة وبوقع بين فلانة وفلانة، بتكلم على فلانة وحش عشان اطلعها وحشة وانا اللي حلوة، بسمع اغاني وما بتسيبش وداني، بتجسس على زوجي بدون علمه، بسجل مكالماته، لا يجوز طبعا، لو هو سمحلك ماشي لكن من وراه لا. بتصنط على جيراني، بحسد صاحبتي وببص للي عندها ومش عندي، بغتاب ولادي وبهينهم وبدعي عليهم، بغتاب زوجي وبشوه صورته وسط الناس واكشف ستر بيتي، بتابع مسلسل كوري ومسلسل هندي ومعرفش ايه، وبجمع في الصلوات مع بعضها، بسمع الاذان مش بقوم في ساعتها، بأجل الصلاة لحد ما يفوت وقتها، بعك في شغلي علشان اخلص بسرعة، بكلم فلان على الشات من ورا اهلي. اكتبي بقى اللي تعرفي تفتكريه. بعد ما تكتبي امسكي ذنب ذنب منهم وحطي خطة للبعد عنه، زي ما بتقعدي كده تعملي ميزانية البيت وتظبطي الجمعيات وهتدفعي امتى وتقبضي امتى، ظبطي هتعملي ايه في ذنوبك. كل ذنب منهم هتلاقي على الانترنت حلقات الدعاء عاملينها بيعرفوك ازاي تبطلي الذنب ده، فملكيش حجة. عشان تخشعي كمان في الصلاة لازم تعرفي مين ربنا عز وجل اللي بتصلي له، اتعلمي اسماء الحسنى وصفاته، اقرأي الاحاديث القدسية اللي النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا بيها، جميلة قوي وهتخليكي تحبي ربنا عز وجل جدا وتعرفيه بطريقة تانية خالص غير اللي كانت في دماغك. عظمي الصلاة، خليها قبل اي حاجة في حياتك، خليها اهم من اكلك وشربك وزوجك وولادك. أجلي كل حاجة أول ما يدخل وقت الصلاة. عارفة كده كأنك بتركبي آلة الزمن، سمعتي الله أكبر تنطي في آلة الزمن على طول وتعزلي نفسك عن الدنيا والناس والشهوات والأعمال وتدخلي في الصلاة. لازم كمان تستعدي للصلاة. كان في فيديو عملته في القناة بعنوان مش هتسرحي في الصلاة تاني ولا هتنسي عدد الركعات، هحطهولك في صندوق الوصف، بشرحلك فيه طريقة عملية ازاي تستعدي للصلاة وما تسرحيش فيها. لازم كمان تتعلمي فقه الصلاة عشان تصلي صح، ما تصليش بطريقة غلط تبطل صلاتك وتبقى مش مقبولة، او تقعدي في الارض للصلاة بطريقة تخرب ركبتك وتوجعها وتجيبلك خشونة في الركبة وتفتكري ان السبب هو الصلاة، مع ان السبب هو انك اصلا بتركعي وبتسجدي غلط وبتقعدي لجلسة التشهد غلط وبتستخدمي ركبتك في حياتك العادية اليومية غلط، او بتنزلي على الارض هبدة على ركبتك علشان تسجدي فركبتك توجعك وتجيلك خشونة ما تخفش فتستثقلي الصلاة. وهو العيب مش في الصلاة، العيب فيكي انتي، محتاجة تتعلمي فقه الصلاة. ما ينفعش كمان تصلي مثلا والتلفزيون شغال او حد مشغل اغاني في الاوضة اللي جنبك او موبايلك كل شوية يرن. وقفي الحاجات دي كلها اول ما يجي وقت الصلاة. اما لو كانت الحاجات دي عند الجيران مثلا ومش هتقدري ان انتي تمنعي صوتها فجهدي نفسك وحاولي تركزي، اقفلي الشبابيك والابواب وصلي. انتي لو هتنامي مش هتنامي وتسيبي التلفزيون شغال، بنحب نركز قوي احنا في النوم وبننام في هدوء وسكينة عشان محدش يزعجنا. في الصلاة برضو مش عايزين حد يزعجنا، والنوم مش اهم من الصلاة عشان نوفر له الجو المناسب ونتجاهل جو الصلاة. حاولي كمان تصلي وتكون قدامك حيطة بحيث محدش يعدي من قدامك، ما تصليش وسط الناس وهي بتتكلم، روحي اقفلي اوضه على نفسك وصلي. ومن اول تكبيرة الاحرام تركزي فيها وتركزي في معناها. التكبير بيتكرر مع كل حركة في الصلاة لحكمة، ان كل ما تسرحي او خشوعك يقل يقولك الله اكبر من اللي بتفكري فيه. بتفكري في ايه؟ فوقي وركزي في صلاتك. كمان عشان تخشعي لازم تكوني لابسة ملابس مناسبة للصلاة،
وتكون ساترة بشكل كافي، عشان ما تفضليش تفكري طول الصلاة هو انا صلاتي مقبولة ورجلي باينة ولا لا، طب الطرحة قصيرة وحتة من رقبتي باينة، كده الصلاة تنفع ولا ما تنفعش؟ ده في حتة مدلدلة من شعري ورا، طب لما بركع وبسجد رجلي بتبان، طب البنطلون الضيق ده ينفع اصلي بيه ولا لا؟ تفضلي طول الصلاة تفكري في هدومك ومش مركزة في الصلاة خالص. فريحي نفسك وخصصي ملابس معينة للصلاة عشان تريحي دماغك من التفكير في نقطة الهدوم دي خالص. انا جايبة اسدال للصلاة واسع وطويل لحد الارض، بعد كل صلاة بلفه مع المصلية وبحطه في مكانه. لازم كمان تعرفي الرخص اللي ربنا عز وجل اعطاها لك عشان يسهل عليك الصلاة. انك مثلا لو تعبانة لدرجة هتخليكي ما تخشعيش في صلاتك، من حقك ساعتها ان انت تصلي وانت قاعدة. لو عندك ألم في ركبتك بيزيد مع الركوع والسجود، اسجدي براسك كده وانت قاعدة على الكرسي. لو عندك خشونة في الركبة او جرح او عاملة عملية او بتدوخي او بيجيلك صداع في السجود، ايا كان اللي بيجرالك لو بياخد انتباهك من الصلاة والخشوع فيها، من حقك تصلي وانت قاعدة. ما تخليش الصلاة تكون مصدر ألم ووجع ليكي. استغلي الرخص اللي ربنا عز وجل ريحك بيها. اعرفي كمان احكام الوضوء. في بنت ممكن ما تصليش علشان مش عارفة تتوضى مثلا بسبب الطرحة، تقول خلاص مش متوضية فمش هصلي. لا، اتوضي وامسحي على الخمار مادام هيشق عليكي لو خلعتيه. العلماء اجازوا ان انتي تمسحي على الخمار. مش هعرف اتوضى علشان الشراب والحذاء، لا اتوضي، عندك رخصة ان انتي تمسحي على الشراب او تمسحي على الحذاء وتصلي بيهم، بس تكوني متوضية قبل ما تلبسيهم. قالوا الشراب الشفاف ما ينفعش والشراب التقيل ينفع لا، قالوا برضو الشراب الشفاف ينفع، حتى لو شراب فيليه امسحي عليه، لان الحكمة من رخصة المسح على الشراب هي انه بيشق عليك خلعه. فسواء كان الشراب خفيف او تقيل من حقك ان انت تمسحي عليه لو كنت متوضية قبل ما تلبسيه. دي انا واخداها في الفقه لما كنت بدرس في اكاديمية ذات. شراب تقيل شراب خفيف بيتمسح عليه عادي. فاستغلي الرخص دي وما تخليش اي حاجة مهما كانت توقفك عن صلاتك. انا خارجة من البيت وعاملة حسابي ان هيجي عليا وقت الصلاة، فهتوضى والبس من البيت شرابي وخماري لاني مش هعرف اقلعهم بره في الوضوء، فهمسح عليهم بس. تبقي خارجة وعاملة حسابك انا هفضل في الشارع من الظهر لحد المغرب، فتعملي حساب الصلوات دي كلها قبل ما ترتبي لأي حاجة تانية هتخرجي علشانها. يبقى نستغل الرخص علشان نقدر نخشع في الصلاة ونلتزم بيها في وقتها بالظبط. حاجة كمان هتساعدك على الخشوع في الصلاة، انك بره الصلاة تكوني مقتنعة ان الدنيا دي تافهة باللي عليها، وان مفيش مخلوق واحد يستاهل اضيع صلاتي واخرتي علشانه. فطول ما انتي ماشية وبتشتغلي بتاكلي بتشربي بتفرحي بتزعلي، تذكري دوما ان كل دي تفاهات وزايلة وبتنتهي وبتموت، ومش هيتبقالك الا صلاتك عملك. ربنا عز وجل قال في سورة المؤمنون: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بيقولك الفالح يعني الفائز هو اللي خشع في صلاته. طب والعكس اللي ما خشعش بديهي يبقى مش فايز، مش هتاخدي حاجة. اسقطتي الفريضة من عليكي لكن مش هتؤجري عليها اجر الخاشعين. انا عشان اخد الاجر في اي عمل حتى لو كان دنيوي، صاحب الشغل مش هيديني مرتبي الا لو عملت له الشغل المطلوب على اكمل وجه بالظبط. طب لو زودت اكتر هيكافئني اكتر، هيرفع مرتبي، هيرقيني. طب لو عكيت الشغل هيخصم مني وممكن يرفدني ويستغنى عني خالص، ممكن ما يرضاش يقبلني عنده تاني، وفي غيري كتير هيقوموا بالوظيفة دي على اكمل وجه واحسن مني. فصلاتنا لما تكون من غير خشوع مش هناخد ذنب تارك الصلاة ايوه، لكن برضو مش هناخد اجر المؤمنين الصح. تخيلي انك ممكن كمان تاخدي ذنب على صلاتك لما تكوني بتصلي رياء، يعني عشان فلان يشوفني بصلي فيقول عليا مؤمنة وتقية، عشان مامته لما تشوفني تفرح بيا وتخطبني لابنها. ممكن كمان تاخدي ذنب لما تصلي غلط وانت عارفة الصح وبتكروتي، نسيتي ركعة مثلا من الاربع ركعات وطنشتي تجيبيها فسلمتي وقمتي وعملتي نفسك مش واخده بالك، كده صلاتك باطله. لازم الصلاه تتصلى كامله بكل اركانها. اخر حاجه هقولك تعمليها عشان تخشعي في صلاتك، انك تداومي على الدعاء لنفسك يوميا في نهايه كل صلاه. تقولي: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ارزقني قلبا خاشعا. ما تفوتيش صلاة إلا لما تقولي الدعاء ده قبل ما تسلمي منها. ربنا عز وجل قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أمين يا رب، احنا مصدقين بالقرآن ومؤمنين إنك صادق يا رب، وهندعي زي ما أمرتنا وموقنين بالاستجابة. دي الخطوات اللي هتمشي عليها، ولو نفذتيها أضمن لك بإذن الله خشوع وطعم جميل في الصلاة هيفضل يزيد معاكي لحد ما تقابلي ربنا عز وجل وانت خاضعة لأوامره خارج الصلاة وخاشعة له داخل الصلاة.
ما تنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناة ومشاركة للفيديو لكل اصحابك عشان يبقى في ميزان حسناتي وحسناتك. واشوفكم على خير في حلقة جديدة ان شاء الله. قناة كنزي لايف واي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.